أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. الشيف زنزونة معاكم يحييكم. وهنا بعد ما الكيكة الأولانية باظت، أهم حاجة يا جماعة نحط الدقيق بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين، وسر الخلطة الجديدة. وهنا ندلق الزيت يا جماعة زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة كده عشان تطلع مظبوطة. وهنا بقى نقلب كل الخليط. ايه ده، كوباية مية؟ شكرا، ربنا يخليكي، والله أنا كنت عطشان فعلا. ايه ده، هي المية دي المفروض أدلقها ولا ايه؟ صح، طب أدلق المية يا جماعة زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى ايه، أبص على العجينة بتاعتي. شايفين يا جماعة عجينة ملهاش مثيل. تفرش ايدك كده جوه، تحط ايدك تشيل، تلاقي العجينة زي الفل. هنا بقى يا جماعة يبان الشيف القوي من الشيف الضعيف. زي ما انتوا شايفين، اهم حاجة تلبس البورنيطة بتاعتك عشان شعرك ما يقعش فين في العجينة. وهنا يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، اوبا، الله يا جماعة ايه الحلاوة دي. ما تيجي ندوق حتة كده يا جماعة واطمنكم ايه الدنيا عاملة ايه. هدوق. جاهزين؟ واحد. جميلة. وهنا يا جماعة بقى ايه، هنا بقى العجنة تبان من ايه، من الشيف بتاعنا. نفضل نضرب في العجينة. وبقى ادوق حتة كمان. يا سلام، انا احب اكل العجينة قبل ما اعمل اي حاجة. وهنا يا جماعة اهم حاجة نفرش العجينة بتاعتنا مظبوطة وهنا نحط الحشو زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة الحشو يملى العجينة بتاعتنا. وهنا بقى هنحاول نلف بقى ايه الحشو بتاعنا. ودلوقتي سر الخلطة بقى يا جماعة، هنحط سر الخلطة على الوش كده عشان يدينا اللون الاحمر اللي احنا كنا بنتمناه في الكيكة. وبعد ما حطينا سر الخلطة بقى يا جماعة، نبص كده يمين وشمال ونستنى النتيجة بتاعتنا. وهوبا، ايه حبة البركة دي جت منين؟ ما قلتلكوش عليها، عاملها لكم مفاجأة في اخر الفيديو. شايفين يا جماعة، شايفين يا جماعة الدلع والحلاوة؟ شايفين يا جماعة؟ ايه ده يا جماعة، ده ايه ده، ايه الشيف الجامد ده. بقول لك ايه بقى، ما تنساش تعمل بقى لايك وفولو بقى وشير بقى يا جماعة. يا جماعة انا بتعب في المطبخ يا جماعة. ولو عايزين وصفة المحشي المرة الجاية اكتبولي.